قالوا عليها إنها أشرس امرأة في التاريخ. حكايتها أغرب من الخيال بسبب تعطشها للدم والتعذيب، لدرجة إنهم قالوا عليها إنها مصاصة دماء أسطورية مفيش أي حد يتفوق عليها غير جدها الكونت دراكولا، لأنها من نفس سلالته قتلت 650 فتاة وشربت دمهم علشان بس ما تصابش بالشيخوخة أو كبر السن. هي الكونتيسة إليزابيث باثوري، اشتهرت باسم كونتيسة الدم أو ملكة الدم بسبب تعذيبها وقتلها ل 650 بنت من بنات الفقراء والفلاحين و25 بنت من عائلة المالكة والنبلاء المجريين. باثوري كانت جميلة المظهر ومتعلمة وعندها ثروة كبيرة. اتولدت إليزابيث باثوري عام 1560 بعد 100 سنة من موت جدها دراكولا الحقيقي، واللي هكلمكم عنه في فيديو تاني لوحده ان شاء الله. اصولها مجرية من العائلة المالكة اللي امتدت نفوذهم في المجر وسلوفاكيا وبولندا، وابن عم إليزابيث كان رئيس وزراء، وخالها ملك على بولندا، وكان ليها شوية قرايب مريبين كده من اول ابوها وامها. كان عندهم اضطرابات نفسية وعقلية، بيصرخوا كده من نفسهم لفترة طويلة وفجأة يضحكوا وفي نفس الوقت يبكوا وبدون اي اسباب. وكان ليها عم من عبدة الشيطان، وعم تاني مجنون، وعمتها ساحرة ومشعوذة، واخوها مدمن خمور. وفي يوم من الايام شافت ابوها وهو بيقتل طفل من نفس سنها وقدام عينيه. في الوقت ده كان عندها 9 سنين، واتقال ان الحادثة دي ممكن تكون هي السبب في سلوكها المنحرف السادي والدموي واللي هيحصل بعد كده. ولما بقى عندها 11 سنة اتخطبت لمحارب في الجيش المجري من عائلة استقراطية مجرية، وبعد سنتين خلفت طفلة من عشيقها اللي من طبقة فقيرة. فخطيبها ده جاب عشيقها وعذبه ورماه للكلاب تقطعه وهو حي. اتجوزت وهي عندها 14 سنة، وجوزها ده أول واحد يعلمها أساليب التعذيب قبل القتل بشكل عملي وحقيقي، وخلاها تقطع أطراف الضحية ورؤوس الأسرى الأطراف. كان بيلاحظ استمتاعها بالتعذيب، وكل مرة كانت بتبتكر طريقة جديدة للتعذيب والقتل. جوزها بعد عنها فترة بسبب ظروف شغله، لأنه كان أحد قادة الجيش وانشغل بالحروب ضد الدولة العثمانية. إليزابيث حست في الوقت ده بالوحدة الشديدة، وانحرفت انحراف غير طبيعي، وعملت أمور مش كويسة خالص. والتعذيب اللي كانت بتعمله على الأسرى بقت بتعمله على الخدم بتوعها. وكان عندها هوس كبير جدا بالمحافظة على شبابها وجمالها، وبتحاول تحافظ عليه، فاعتمدت على العدد كبير من المشعوذين اللي كانوا بيحاولوا يرضوها بأي شكل وبأي تمن. وفي سنة 1604 مات جوزها، واتدهورت حالتها النفسية بسبب وفاة جوزها ده، واضطرت تتخلى عن ابنها لعيلة جوزها علشان تحافظ على حقها في ممتلكات القلعة. وده اللي خلاها تحس ان شبابها بيروح وبيزول وبتكبر في السن، وما كانش فيه اي فايدة من علاجات ولا ادوية الصحراء اللي كانوا بيعملوها لها. وفي يوم اتهيأ لها انها لقت العلاج اللي تقدر تحافظ بيه على شبابها وما تكبرش في السن. طب ده حصل امتى بقى؟ لما الخدامة بتاعتها كانت بتسرح لها وعن غير قصد منها او تعمد شدت شعرها، وبالتالي إليزابيث اتألمت ألم شديد، وده طبعا ضايقها، فقررت ان هي تعاقب الخدامة دي وبطريقة بشعة جدا، وهي انها شدت المقص من ايديها وضربتها في وشها، وبدأت تضربها في اماكن متفرقة من جسمها. ده خلى ان الدم بتاع الخدامة يتنطور على وشها وعلى هدوم إليزابيث. وبعد ما خلصت اللي هي عملته راحت جري بسرعة عشان تغسل وشها وهدومها، وهي بتغسل وشها لاحظت ان بشرتها بقت انعم بسبب الدم ده، ففرحت جدا وسألت السحرة واخدت برأيهم في حكاية الدم ده. وطبعا ما استجروش يفسدوا فرحتها، لانهم عارفين ايه اللي ممكن يحصل لو هي غضبت عليهم. وطبعا وافقوها الرأي وألفوا لها قصة من الخيال عن واحدة ست من عالية القوم كانت بتقتل البنات الشابات العذارى وبتاخد دمهم تستحمى بيه، وبكده حافظت على جمالها لآخر يوم في حياتها. وطبعا القصة عجبتها قوي، فأمرت الخدم انهم يساعدوها في التعذيب والقتل بانهم يربطوا رجل الخدامات الصغيرين بالسلاسل ويعلقوهم من رجلهم فوق البانيو اللي بتستحمى فيه، وبعد كده يذبحوهم من رقبتهم، وبالتالي الدم ينزل في قلب البانيو اللي بتستحمى فيه فريش. فطبعا الست هانم إليزابيث شبابها يتجدد بالدم بتاع الضحية. مش كده وبس، استعانت بخادمها الأعرج
والخدامة السمراء بتاعتها علشان يصطادوا لها بنات الفلاحين والفقراء اللي في القرية، واللي أعمارهم تتراوح من 10 ل 16 سنة، وما تكونش الضحية دي نحيفة أو قليلة الجمال، يكون جمالها واضح وصريح. كانت الكونتيسة دي زي ما كانوا بيقولوا لها بتستمتع جدا بتجويع البنات دي أسبوع كامل، وبعد كده تغرز الدبابيس دي في شفايفهم وتحت ضوافرهم وحرقهم في مناطق متفرقة من الجسم، وبعد كده بتقتلهم وتستحمى في البانيو الخاص بيها المليان بدم الضحية. ده كمان الست هانم إليزابيث بدأت تخترع أسلحة وأدوات جديدة عشان تطلع أكبر كمية دم من ضحاياها، ومنهم آلة العذراء الحديدية. الآلة دي عبارة عن صندوق على شكل امرأة جواه مسامير متثبتة علشان تجلس في جسم الضحية اللي تدخلها، وبالتالي تنزل أكبر كمية دم من الضحية. وفي الفترة الكبيرة اللي قتلت فيها دي وصل عدد ضحاياها ل 625 بنت من الفقراء والفلاحين. ولما لاحظت ان بعد كل الضحايا دي بشرتها لسه باين عليها التجاعيد والكبر، راحت للسحرة. فالسحرة قالوا لها ان الدم ده دم الفقراء مش هيجيب نتيجة كويسة، وانها لازم تشوف ضحايا من النبلاء وعلية القوم. فبقت تعمل حفلات في القصر عندها، وتخلي الخدامين بتوعها اللي هم الأعرج والخادمة السمراء واتنين كمان يساعدوهم يسرقوا الضحايا وكل ملهي في الحفلة. ووصل عدد الضحايا ل 25 بنت من العائلة المالكة والنبلاء وعلية القوم. يعني كده اتقتل على ايدين ست هانم إليزابيث 650 ضحية بس، ده غير اللي عذبتهم بأبشع الطرق مع جوزها قبل ما كان يسافر للحرب. والكل بقى ملاحظ اختفاءات كبيرة جدا لبنات الفلاحين والفقراء، وكمان بنات النبلاء وعلية القوم، وخصوصا في وقت الحفلات اللي كانت بتتعمل في القلعة عندها. مش فاهم يعني بعد 650 ضحية بدأوا يلاحظوا حاجة غريبة جدا. فالكل بدأ يشتكى للقساوسة، والقساوسة قدموا شكاوى فيها للسلطة المجرية، واللي بدأت تحقق في الاختفاءات دي سنة 1610. وفي شهر ديسمبر من نفس السنة اتقبض على إليزابيث وأربعة من الخدم، من ضمنهم الأعرج والخدامة السمراء واتنين من الخدم كمان معاهم، واتحكم عليهم وأثبت إدانتهم. وتعدم الأعرج واتنين من الخدم، والخدامة الرابعة اتسجنت لمدى الحياة. أما إليزابيث فما اتحكمتش بسبب مكانة عيلتها الكبيرة، وده طبعا خلاهم يلجأوا إن هم يحبسوها في أوضة في القلعة عندها، والأوضة دي تبقى مسدودة الشبابيك، مش موجود فيها خالص غير الباب، والباب ده بيحرسه حارس من عندها. وفضلت محبوسة مدة 3 سنين لغاية ما وصل سنها 54 سنة. وخلال ال3 سنين بتترجى الخادم بتاعها انه يرحمها من العذاب اللي كانت بتشوفه بسبب حبستها في الأوضة المنعزلة دي، وترجته كتير جدا ان هو يقتلها ويخلصها من العذاب ده. فقتلها وماتت سنة 1614. في العادة كانت بتظهر شخصية إليزابيث في أفلام مصاصين الدماء كدور ثانوي، بس اتعمل عنها فيلمين بأدوار أساسية وسلطوا الضوء على حياتها بشكل مفصل زي فيلم باثوري وفيلم ذا كونتس. بنصحكم انكم ما تشوفوش الافلام دي خصوصا لو انتوا اقل من 18 سنة. وبس دي كانت حكاية البابا. اتمنى ما تنسونيش في اللايك الجميل بتاعكم ده لو انا استاهل، واستنى اراءكم في الكومنتات على الحلقة دي. وما تنسوش الاشتراك الجميل بتاعكم وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد بقدمه. سلام.